بتعمل مجهود هم المسرحيين، ولكن الضوء لا يلقى عليهم ابدا، ومؤمنين بالقضايا اللي بيقدموها، فاحنا بنقول لهم اهلا وسهلا بيكم، احنا متشرفين ان احنا بنكرمكم زي ما انتم فرحانين بمهرجان المسرح التجريبي. الفنان محمود حميده، الفنان محمود حميده هو الفنان المصري الوحيد اللي موجود في التكريم ده، حضرتك شايف ده ازاي؟ او لا في فنانين، الممثل متكرم، لا الممثل اللي متكرم، لكن في ناس تانية في فروع اخرى من الفن المسرحي متكرمين. عايزه حضرتك توجه رساله فؤاد المهندس، ذكرى ميلاده اليومين الجايين، وهو طبعا كان من احد الممثلين اللي عملوا مسرح كتير قوي، فحضرتك توجه رساله فيه. اقول له وحشتنا يا عم فؤاد، وحشتنا مسرحياتك، وحشنا الجديه، وحشنا البرامج اللي كان بيعملها الصبح، وحشنا الاحترام اللي كنت، وحشنا احتضانك لفنانين صغيرين بقوا نجوم ملء السماء والبصر زي عادل امام. هذا النموذج العظيم من المسرحيين ومن الفنانين عموما وحشنا جدا جدا. هذا النموذج نفسنا يبقى موجود منا مثل فؤاد المهندس. الفترة اللي فاتت كان في هجوم كبير قوي على فيلم الملحق، ان في ناس كانت بتطرد ملعب، شايف ده ازاي؟ شايفه ان الناس بتهاجم حاجه ما شافتهاش، يعني انت